بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات. حلقتنا النهاردة عن الشيخ الشعراوي، وما أدراك ما الشيخ الشعراوي. عارف من العارفين بالله رضي الله عنه وأرضاه، وإمام أئمة الدعاء، بينه سر بين الله يا جماعة. ومع ذلك فما فيش إنسان كامل أو معصوم من الخطأ، الإنسان بيخطئ ويصيب. يعني هيجي إيه الإمام الشعراوي جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد لم يسلم من العتاب على خطأ غير مقصود، لم يسلم من العتاب، وكان عتاب قاسي جدا جدا من حبيب لحبيبه، من الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد، عتاب قاسي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة يا محمد، تذكرة. عتاب قاسي جدا يا جماعة من حبيب لحبيبه. المهم وطبعا ده كان على خطأ غير مقصود. المهم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الخطأ اللي وقع فيه الشيخ الشعراوي، الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي، لما حاول ان هو يجتهد ويحل لغز اشهر لعبه سحريه في الهند، اللي هو الحبل اللي بيتحول لعصايه ويطلع عليه طفل صغير كانه طالع جبل. فلما ذهبنا الى القريه جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعد وعمل النصبه بتاعته، وبعدين جاب قطن شفناه ولف منه وعملوا حبل، وعنده ولد صغير. والشيخ الشعراوي يا جماعه نسب الموضوع ده الى الجن او السحر، سحروا اعين الناس، وقال ان ده شغل جن، وقال كمان ان هو عمل حيله لمعرفه ما اذا كان الموضوع ده شغل جن وسحر ولا لا. وبعدين عملت تاني حيله، لما جيت اراجع القران واشوف كده وقالوا ده السحر تخيل والسحر مش حقيقه والسحر مش عارف ايه وسحروا اعين الناس، فرحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مره، واتاكد فعلا، اتاكد ان هو شغل جن وسحر عن طريق الكاميرا اللي هنتكلم عليها بعدين. رحت واخد فوتوغرافيا وياه تاني مره، والراجل عمل العمليه دي بره، قمت تاني واخد الصوره، وبعدين جت الصوره طلعت بيضه ولا فيها اي حاجه، اثبت انها تخيل. لكن للأسف يا جماعة في الفترة الأخيرة اكتشفنا حل اللغز بتاع اللعبة السحرية ديت، واللي هتشوفوه دلوقتي إن شاء الله معايا في الفيديو، واللي طلع إنها مجرد حيلة أو خدعة لا علاقة لها بالسحر ولا بالجن، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن رجاء قبل ما نشوف الفيديو، لو الحلقة دي عجبتكم فضلا وليس أمرا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفيديو ونشوف الشيخ الشعراوي عمل ايه عشان يأكد ان ده شغل سحر وجن ولا لا، وازاي طلع ان كلام الشيخ الشعراوي غير صحيح، ونعرف كمان ايه هو حل لغز اشهر لعبة سحرية في الهند واللي ملهاش علاقة لا بجن ولا بسحر خالص. دلوقتي الساحر بيجيب حبل من القطن ويوريه للناس عشان يتأكدوا ان هو مجرد حبل عادي، وبعدين يحط الحبل في اي حاجة متدارية، سواء صندوق خشب او قفص. نلاقي الحبل طلع زي العصاية او الحديدة، لا وكمان ايه، طلع عليه ولد بيطلع عليه كأنه طالع شجرة او طالع جبل. ازاي الكلام ده؟ لا، وبعدين الساحر بيرش الملح فيقوم الحبل يسقط لتحت. ازاي الموضوع ده يا جماعة؟ ازاي؟ وحل اللغز ده بسيط جدا 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 وسهل، هقول لكم حالا دلوقتي. بس الاول لازم نعرف ان الموضوع ده بدأ لما كان الشيخ الشعراوي في الجزائر وكان رئيس هيئة التعريب. هناك قابل سفير السعودية في الجزائر الشيخ رياض الخطيب ابن الشاعر المشهور فؤاد الخطيب. المهم اتصاحبوا على بعض، وكان الشيخ الشعراوي والشيخ رياض الخطيب ما بيسيبوش بعض ولا بيفارقوا بعض لا ليل ولا نهار، دايما مع بعض.
واللي حصل ان سفير السعوديه في الجزائر اللي هو الشيخ رياض الخطيب اللي هو صاحب الشعراوي الروح بالروح اتنقلوا بقى سفير للسعوديه فين؟ في باكستان. وحصل ان الشيخ الشعراوي في مره حضر مؤتمر في باكستان، فقابل هناك صاحبه مين؟ الشيخ رياض الخطيب صديق عمره. فرياض اول ما شاف الشيخ الشعراوي قال له يا شعراوي تصدق اما انا بقى شفت هنا بقى حاجه غريبه جدا جدا في قريه هنديه جنبنا هنا قريبه مننا قريبه من باكستان، في ساحر بيطلع ولد صغير على حبل ويطلع كانه طالع شجره او طالع جبل، تعال اتفرج معايا وشوف يمكن تقدر تحل اللغز ده. فعلا راح الشيخ الشعراوي مع رياض الخطيب وشاف السحر وشاف الساحر، فبيقول الشعراوي انا اتعجبت جدا وقعدت 3 ليالي ما نمشي عايز اعرف ايه اللي بيحصل، الكلام ده بيحصل ازاي؟ اول انا بشوف سيدي اتعجبت وبت 3 ليالي فكر ازاي الكلام ده. فقام الشيخ الشعراوي قام عمل حيله بعد ما قرا في القران طبعا ان السحر مش حقيقه وسحروا اعين الناس، فقام رايح جايب كاميرا عاديه فوتوغرافيا وصور الساحر وهو بيعمل اللعبه بتاعته، هو الولاد بيطلع فوق الحبل او العصايه. ولما جه حمد الصوره بتاع الكاميرا طلعت الصوره بيضاء ما فيهاش اي حاجه خالص. ده طبعا على كلام الشيخ الشعراوي، يعني ان الكلام ده كله كلام تخيل. وقال بسم الله الرحمن الرحيم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا في سوره الجن، يعني كل ده مش حقيقي بدليل ان الكاميرا الصوره طلعت ما فيهاش حاجه وان ده جن والناس هي بتتخيل كده فسحروا اعين الناس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجن بيتشكل في اي حاجه ماديه في اي صوره انسان صوره كلب صوره ديب او اي حاجه، فما يدريك ان ده كلام الشيخ الشعراوي بيقول فما يدريك ان السحر بيسخر الجن والجن بيتشكل زي ما هو عايز. ممكن جدا قوي يروح جني يتشكل في شكل حبل او عصايه ويروح جني اخر يتشكل في شكل ولد صغير والجن اللي على شكل الولد يطلع على الجني اللي على شكل عصايه. ده تفسير الشيخ الشعراوي. طبعا كل الكلام ده من اجتهاده ومن تفسيره، يعني ايه من وحي خياله، ممكن صادق او غير صادق. المهم للاسف طلع كل الكلام اللي قاله سيدنا الشيخ الشعراوي غير صحيح. للأسف المرة دي طلع تفسير أو اجتهاد الشيخ الشعراوي غير صحيح. الشيخ الشعراوي هذه المرة الوحيدة التي أخطأ فيها، ويبين إن الكاميرا اللي كان بيصور بها الساحر شكلها كانت بايظة أصلا عشان كده ما طلعتش صورة. نيجي بقى لحل اللغز يا جماعة. حل اللغز هو ببساطة جدا بسيط، يعني بسيط جدا. بيبقى في حفرة أصلا معمولة تحت الأرض محفورة مسبقا في موقع عمل الساحر، وبيبقى في الحفرة دي قاعد أو واقف واحد ما تحت الأرض ماسك عصاية بيدخلها أو حديدة بيدخلها جوه حبل القطن اللي هو اللي مع الساحر اللي هو مفتوح من الناحيتين زي الخرطوم كده. وعند العرض بيقوم الساحر ويلهي الناس بعرض الحبل عليهم كده، وفي نفس الوقت اللي بيكون الراجل اللي معاه بيظبط الصندوق او القفص على مكان الحفرة اللي فيها الحديدة او الخشبة اللي هتطلع من تحت الارض وتدخل جوه الحبل وتخليه ناشف ويستحمل ان الولد يطلع عليه. زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي الراجل اهو اللي مع الساحر وهو بيشيل الطبق او حاجه كان حاططها مغطي بقى الحفره اللي هتطلع منها الحديده او الخشبه، وبيحط عليها الصندوق بيظبطه على الفتحه بالظبط عشان يطلع العصايه او الحديده تخش في الحبل وتطلع ويقف عليها الولد، ويخيل للناس ان ده سحر. هو في الحقيقه ما هو السحر خالص. ومعذره احنا اسفين يا شيخ شعراوي، ده اجتهادك وبس طلع اجتهاد غير سليم المره الوحيده اللي اخطأت فيها. خلاص خلصنا. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. تحياتي عبد الرازق محمد.